وبس. في ناس فاكرة إن الجواز شهر عسل، يعني بعد الفرح كله حلاوة والكل دايما مبسوط زي الأفلام العربية، لكن الحقيقة مش كده خالص. في مشكلة كبيرة في المفاهيم. في البداية ربنا خلق الراجل والست، كان بينهم حب جميل وباركهم وأعطاهم طاقة حلوة عشان يتكاملوا مع بعض، الاتنين مع بعض يبقوا واحد، جسم واحد وروح واحد. ده كان النموذج اللي ربنا رسمه لينا. ربنا عايز الجواز يبقى حب حقيقي، مش مجرد مصلحة اجتماعية أو تقليد. فالجواز يعني تكامل في كل حاجة، من شغل وفكر ورأي، وكل حاجة تتعمل مع بعض. كمان الجواز حلو لما يبقى فيه أولاد بيجوا من الحب ده. لكن بعد السقوط بدأ يحصل تباعد بين الراجل والست، وفقدوا الحب الحقيقي اللي كان بينهم وبين ربنا، والست بقت تحت سلطة الرجل بدل ما يكونوا مع بعض متساويين. وكل ده بسبب البعد عن ربنا. مع مرور الوقت اتغير مفهوم الجواز، بقى أكتر من السيطرة والأنانية بدل ما كان عن الحب والتضحية، وأصبحت الشهوة هي السائد بدل ما كان في نوع من الطهارة والاحترام المتبادل. وبكده الجواز تحول من علاقة روحية إنسانية إلى علاقة اجتماعية، والناس بدأت تبص للجواز من زاوية المصلحة والمتعة الحسية، مش كحب حقيقي. الجواز مش معناه إرضاء الشهوات، لا، ده معناه علاقة عميقة مبنية على محبة حقيقية. العلاقة الزوجية المسيحية بتدور حوالين العفة، مش بس في الامتناع عن الخيانة، لكن كمان في احترام الآخر وحفظ العلاقة من الأنانية. العفة الزوجية مش بس قبل الجواز، لكن كمان بعد، لأن الحياة الروحية هي اللي بتحافظ على العلاقة دي. ولما يكون في جهاد روحي بين الزوجين، الروح القدس بيساعدهم إنهم يحققوا حب حقيقي مش مجرد شهوة. في النهاية الجواز مش مجرد لحظات حلوة، لكن هو حياة مبنية على العفة والحب الحقيقي، وفي جهاد مشترك لعيش حياة روحية بين الزوجين. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صمويل القمص، ماجستير مشهورة، جامعة هولي سوفت.